باش نقرر لكم اكثر بالنسبه للمهرجان. هو المهرجان كان مجرد فكره، بعد ذلك اصبح سنه كما كيقول. اصبح خاصنا ضروري نديرو هذا المهرجان، لانه كيقيس اولا كيقيس الوليدات، كيقيس الامهات، كيقيس الاباء، كيقيس اي واحد مسلم. البرنامج ولا المهرجان ديالنا يختص بالقران واهل القران، والشعار اللي خديناه هذه السنه هو القران يجمعنا. كنقولوا القران يجمعنا، ففي مجموعه من الدلالات، مجموعه من الحوايج. توسعت رقعه انشطه بغض النظر على السنوات الفارطه اللي كان عدد الانشطه محدود. لهذا حاولنا اننا نختصروا بعض الانشطه باش اننا كيف يقولوا نتقنوا هذه الانشطه. مثلا غير الاقصائيات كاول نشاط عندنا هو اللي هو خارج شهر رمضان. بعد ذلك يليه النهائيات اللي كيكونوا داخل المركب بحضور غفير، مجموعه من الحضور. هذه مساله ثانيه عندنا ليله القراء. هذه ليله القراء كيحضروا فيها خيره قراء المملكه، من بينهم مثلا السي عبد العزيز القرعاني، الايراوي، العيون الكوشي، يعني مجموعه من القراء اللي هما عندهم صيت كبير داخل المملكه، اللي هما كنعتبروهم هما قراء المملكه. زائد كنطعموهم بقراء شباب ينتمون مثلا للمدينه القديمه. كنجيبوا امام ديال المسجد عنده صوت مزيان حامل لكتاب الله، كنحاولوا اننا نخليوه وسط الاكابر كما كيقولوا اكابر ديال القراء، باش على الاقل كنحاول اننا نكبروا بالمدينه القديمه وكنكبروا اونفا بصفه عامه. هذا من جهه. هذه السنه هذه كان عندنا نشاط استثنائي مناسبه 8 مارس، اللي غيكون عندنا نشاط في هذه المناسبه في المركب الثقافي ديال سيدي بيوف. غادي يكونوا فيه القارئات المغربيات على مستوى المملكه كذلك، وغادي يكونوا معنا مشاركات داخل المهرجان اللي كينتميو لجمعيه بشائر، ونحاولوا ندمجوا ونمزجوا بيناتهم. وغادي يكون مجموعه من الفقرات اللي هي وغتكون اول مره غادي دار ان لوي مارس غادي يجي في شهر رمضان، ولكن ما بغيناش ندوزوه مرور الكرام. فغادي يكون الحضور ديال النساء ديال المدينه القديمه وديال اونفا، وغادي نحاولوا على اننا نشاهدوا باش ان يكون شي نشاط اللي هو يكون ملائم ويكون مناسب. يلي كذلك عندنا ندوه فكريه، غيكونوا مفاجات حتى في الناس اللي غادي يحضروا، سواء المحاضرين ولا حتى الشركاء ولا حتى الضيوف اللي غيكونوا معنا ان شاء الله. ما بغيتش نحرق المراحل، لان الاخوان قلنا ما غادي نخرجوا حتى شي حاجه، وانما انتم دابا وليتوا لنا بعد انك جيتوا معنا اليوم وحضرتوا معنا، فالا غنقول لكم كلشي. كذلك عندنا هذه السنه بعد ما كنا كنحيو غير ليله وحده للسماع والمديح، هذه السنه هذه عندنا جوج ديال الليالي للسماع والمديح. وحده كنتمناو على انها غتكون ان شاء الله في الهواء الطلق، واحد الفضاء اللي حنا دابا راه في اطار التواصل مع باش نحددوا الرخص ديالو ونحددوا المسائل الامنيه ونحاولوا نقدروا الامور بطبيعه الحال بشراكه مع مجموعه من المؤسسات ديال الدوله. وعندنا ليله السماع والمديح بمقاطعه اونفا. هذه ليله السماع والمديح كيحضروا لها مجموعه كتكون متمرسه معروفه في على ارض الوطن، كتكون معروفه سواء كانت في كازا ولا كانت في بلاصه. المهم كنحاولوا اننا نشاهدوا. وبالنسبه لهذه الفكره هذه اللي عندنا ان شاء الله هو ان غنخرجوا هذه الفكره اللي عندنا هو مجموعه من المجموعات ديال السماع والمديح اللي لحد الان ما كيبانوش في الصوره. غنحاولوا هذا العام اننا نجمعوهم كاملين ديال المدينه القديمه وندمجوهم، وغادي يخرجوا لنا مجموعه واحده غتكون في البلان ديالنا ان شاء الله، تكون على هواء الطلق باش نسوقوهم حتى هما، لانهم سنين هذه ما كيعرفهم حتى واحد. ممكن كيخدموا في مناسبات، كيخدموا في اعراس، كيخدموا في هذا، وانما ما كيتسوقوش على في المشهد الاعلامي. وحنا نحاولوا ان نسلطوا عليهم الاضواء باش ان المدينه القديمه ديالنا واونفرا ديالنا، وحنا اليوم كنسوقوا بلادنا، كنسوقوا مدينتنا، كنسوقوا الحي ديالنا، كنسوقوا الصوره ديالنا حنا كجمعيه. انا الشرف اولا نحضروا هذه الندوه الصحفيه ونكونوا من الداعمين الاساسيين هذه فوانيس رمضان كما كنا هذه منذ 3 سنوات واللي مرت على احسن حال. نتمناو هذه السنه اللي تزادوا برامج اخرى تطور هذا الشيء ويكون من حسن
إلى أحسن. كذلك بالنسبة للسهرات الدينية اللي غادي يكونوا فيها مقرئين متميزين ومادحين، فنتمناو هذه الليالي تدوز بخير وعلى خير، وتكون فيها فائدة للشباب والأطفال وكذلك الكبار ديال لا مقاطعة سيدي بليوط ولا مقاطعة المعارف ولا عمالة الدار البيضاء، ودائما لا مجموعة رحال ونادي رحال وعائلة رحال دائما إلا وهي كتساعد في كل حاجة اللي غادي تجيب بلادنا لقدام واللي غادي تعاون الشباب ولا الأطفال خاصة ديال المدينة القديمة وديال مدينة الدار البيضاء.